السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مراحل تعديل سرير لميكانيزم. دلوقتي احنا جبنا الميكانيزم اللي هو المتر وخمسين اللي هو التركي، ماشي. دوت لما نيجي هنركبه لسرير أطفال. في منه 90 نيوتن وفي منه 120 نيوتن. احنا هنعدل ان شاء الله 3 سراير النهارده. سرير وغرفة نوم 180 دوت هنركب له 120 نيوتن برضه المتر ونص. وفي سريرين تاني اللي هو 90 نيوتن، وفي كلتا الأحوال اللي هو المتر ونص. طيب السراير ديت مدهونة وهتتعدل، في منها كبس وفي منها كونتر، يعني اللي خد كبس واللي خد كونتر. طيب ده ميكانيزم هيشيل مولة وهيشيل سرير وهيشيل مرتبة. هنعمل ايه؟ جبنا الجزء اللي هيتثبت في فخذ السرير ده وعملنا فيه المكان بتاع التثبيت ده وعملناه عريض. دوت لما نيجي نثبته في الفخذ بالصاروخ وهننضف عشان هنغري وهنثبت. هنشوف الصوار اللي في قلب الكبس وهنثبت فيها، تمام. دي صامولة شوكة نتقعر لها، تمام، عشان تبقى المسطح بتاعها تبقى قاعدة، تمام. وهيتربط من هنا كده كده اهوت بمسمار 3 سنتي، اللي هو مسمار 10 مفتاح 10، ماشي. بعد كده المدادات. مداد اهوت احنا جايبينه دوت 1.25، ماشي. وبرضه هيتثبت بالشوكة في قلب الميكانيزم كده، ودوت هيتربط فيه الملل اللي موجودة عند العميل. انتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله اثناء التركيب، وفي فيديو تاني هيكون بعد التركيب ان شاء الله. دلوقتي في تثبيت الميكانيزم بنسيب 5 سنتي كده من الظهر عشان نعرف نربط الصامولة. المداد بعمل قيمة المداد يكون مساوي الجزء اللي هيتثبت عليه الملة، تمام. قطعة الخشب دي بتبقى القطعة دي ملهوبة، يعني انا عاملها من ورا عريضة ومن قدام ضيقة، على اساس لما اجي احطها هنا اهو كده اهو، اجي احط هنا اهو كده اهو تيجي مع العلامات بتاعتي. زائد ان انا بميل سنة لتحت كده اهو عشان ما يعملش معايا سوستة. طبعا وسائل الامان في الحاجات اللي زي كده عشان خاطر الغبار وعشان خاطر عينيك لازم تاخد بالك من حاجه زي كده، ماشي. دلوقتي زي ما انتوا شايفين عملنا الحاجة ديت عشان خاطر نثبتها. هنيجي نعمل كده تمام. انا بربط تعصر عشان معيش فرش. كده انا معلم الميكانيزم، معلم مكانه، وابتدي بقى اثبت. كده ما شاء الله. بص المسمار في قلب الخشب، في خشب ما بيجيش في الفاضي، بيجي في الخشب مش في الفاضي.
الحاجات الجميله برضو الدريل دونج شونج، ما شاء الله عليه تبارك الله، يعني حاجه شغاله زي الفل. بص العزم بتاعه بيغطس راس المسمار. سلاما من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم طريقة تركيب الميكانيزم. طبعا انا وضحت تركيبة الجزء اللي تحت دوت اللي هو عشان خاطر الكبس، علمنا مكان الصواري وربطنا وغرينا وتمام وزي الفل، مع مراعاة ان احنا خدنا تخانة ده وخصمناه عشان خاطر يبقى مساوي للجزء اللي هيقعد عليه المولة، يبقى مخدم تمام كده. تمام. طبعا ثبتنا دوت بمسمار بشوكة من الناحية التانية عشان ما يوصلش للناحية التانية ويلبس في المولة. ده مسمار بشوكة. خلصنا ركبنا المدادات، خلينا الخلوص كل واحد دوت من هنا كده من اول للاخر في خلوص سنتي عشان خاطر ما يحكش في الايه في الجنب. ثبتنا المدادين، وبعد كده قفلنا الميكانيزم وثبتنا المولل فيه بمسامير 4 سنتي. المدادة اللي تحت دوت بوصة وربع، احنا ثبتنا المولل بمسامير 4 سنتي. قسمنا طبعا الخلوص بتاعنا عشان يكون موحد، وزي ما انتوا شايفين اهو الميكانيزم اهو. كده معانا ما شاء الله تبارك الله شغل معمر، ميكانيزم كويس يعيش يستحمل. دراع الميكانيزم للسرير 1.20 ما يزيدش عن 90 نيوتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعديل السرير الميكانيزم دوت سرير 1.80 جبنا له ميكانيزم 120 مساعد 150 طول. ده كده بعد التعديل.